الخبز المحشي باللحم المفروم أو التسمية الثانية إلها هي الفرافير من الوصفات السهلة وطعمها يجنن، مشهورين بها أهل راوة الغربية. مكونات العجينة نفس مكونات الخبز العادي اللي احنا نسويه، والحشوة وكلها راح اكتبها أسفل الفيديو. طحين وملح وخميرة وشكر خلطتها، بعدها ضفت المي الدافي تدريجيا، وراح أبدي أعجن تقريبا 5 إلى 7 دقايق. تمام، شرط يكون المي دافي مو حار، لأن الحار يخرب الخميرة. وراح أعوفها مكان دافي إلى أن تختمر، ولازم تكون مايلة لليونة بس ما تلزق بالإيد. تمام. مكونات الحشوة لحم وكرفس وليا وبصل وبهارات، وراح همينة شوية أعجنها وأخليها على جهة. هنا العجينة بعد ما اختمرت تشوفون ملمسها شلون ناعم وحلو، راح أشكلها شنق كرات وأعوفها همينة ترتاح في 10 دقايق إلى ربع ساعة. تمام. بعدها أنا أني أصلا محضرة الحشوة مالتها، راح أبدي أخلي الحشوة داخل العجينة، بس ما أبالغ بفتح العجينة، يعني يكون فتحها ثخين. وراح أعبي الحشوة، إذا حابين تترسوها أكثر فأفضل، تنطي طعم أكيد أطيب. وراح أسويها أكببها مثل الكبة شلون ما إحنا نسويها، وبرهاوة إيدي، وراح أخليها بتبسي أو بأي مكان أريحها همينة فد ربع ساعة. هنا أنا بعد ما ارتاحت راح أبدي أفتح وحدة وحدة برهاوة إيدي على مود لا تطلع الحشوة من العجينة وبعدين يصير يعني شكلها محلو. يعني أفضل تفتحوها بإيدكم مو بالشبك. وراح أني قبلها فاتحة، يعني من بديت أحضر هالخطوة فاتحة الفرن على مود كلش يحمى يكون حار، وراح أشويها على درجة حرارة 200 يعني عالية، وأخليها بالرف الوسط. تقريبا تطول بالشوي 3 ساعة. تقدرون طبعا هنا تدهنون الوجه ببياض أو حليب أو زيت، يعني حسب ما تريدون، بس أنا هالمرة فضلت إنه أعوفها مثل الخبز العادي، لأن هي بالتالي تلخبز بالتنور الاعتيادي، بس أنا شويتها بالفرن لأنه ما متوفر عندي التنور العادي. جربوها، أنا متأكدة حتحبوها لأن كلش طيبة. وبس، أتمنى عجبتكم.